Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min majmu'ah Sani سأقدم لكم عن موضوع كم في كتاب سيمبابوي سنة 180 هجرة. أعضاء المجموعة وهو اسمي نور عين بنتي محمد يتيم، وأصدقائي ألفة إليانا بنتي محمد فطري، ونور فزواني بنتي محمد جسني. وبعد ذلك ونسبه ونشأته. أولا نسبه هو عمر بن عثمان بن قنبر من موالي بني حارث بن كعب، وهو من أهل فارس. وبعض العلماء يقولون عمرو من قنبر. ثانيا كنيته، اختلفوا في كنيته، فقيل أبو بشير، أبو حسين، أبو عثمان، ولكن أشبه هي أبو بشر. ثالثا نشأ في بيئة علمية وتعلم اللغة العربية ونحو على يد كبار العلماء، وكان له دورا كبيرا في تأسيس علم ونهي وتطويره. وبعد ذلك ظواهر الرئيسية. أولا معنى كم تستخدم للتعبير عن العدد، وهي نوعان. أولا كم استفهامية للسؤال، مثال كم كتابا قرأت. ثانيا كم خبرية للإخبار، مثال كم كتابا قرأت. ثانيا الفصل بين كم والتمييز. إذا وجد فاصل بين كم والتمييز يتغير الحكم. في كم خبرية يكون التمييز منسوبا. ثالثا رأي النحو. ابن قواس يقول إن كم خبرية ضعيفة في العمل فينسب التمييز عند الفصل. سيبويه جواز الفصل في الشعر، ولكن يفضل في النثر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم سنتحدث عن موضوع كم استفهامية والخبرية في الكتاب سيمبابوي. المؤلف هو أبو بشر عمرو بن عثمان، وملقب بالسيمبابوي. هذا الكتاب هو أول كتاب النحو في علم النحو العربي، ويقال بالقرآن النحوي لمكانته العظيمة. مفهوم كم عند سيمبابوي. يرى سيمبابوي أن كم اسم مبني على سكون، وهي تقع في صدر كلام دائما، وهي كلمة منبهمة تحتاج إلى اسم بعدها ليفسر معناها، ويسمى هذا الاسم تمييز. ثم تنقسم كم إلى نوعين: استفهامية وتحديد عدد مجهول، والخبرية لتفيد التكسير والتعجب. أحكام كم استفهامية معنى سواء عدد مجهول. حكم تمييز بعدها يجوز أن يكون اسما مفردا ومنصوبا، مثل من سيبويه كم رجلا عندك. ملاحظة إذا دخل حرف الجر على كم يجوز فيه تمييزها نسب أو جر، مثل بكم درهم اشتريت. شرحية. رابعا أحكام كم خبرية كم تكسيرية معنى إكبار عن كثير شيء. حكم تمييز بعدها يكون مجرورا دائما سواء كان مفرودا أو جمع.
وجه شبه سيمبابوي بعدد 10 في إضافة، فكما تقول 10 رجال تقول كم رجل عندي، مثل كم دار بيت، أي بيت دور كثيرة. الفرق جوهرية ملاحظة الآراء، وهو ثلاثة. أولاً، كم خبرية، الإخبار عن كثير خبر دائما مفروع أو جمع علامة تعجيب. ثانياً، كم استفهامية، سؤال عن عدد نسب، غالبا مفردا فقط علامة استفهام. وأخيراً، وجه مقارنة الآراء، حركة تمييز، نوع تمييز، علامة ترقيم.